السلام عليكم، نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. فيديو جديد وحلقه جديده، وهاد المره غادي ندويو على الدعم ديال السكن. واخيرا الوزاره للسكن والتعمير وسياسه المدينه كيفما جاء على لسان الوزيره حطات مذكره تقديم مشروع لمرسوم كتحدد فيه اشكال وكيفيه اعطاء الدعم للسكن من طرف الدوله لفائده المواطنين لشراء السكن الرئيسي. دعم مباشر ديال 100,000 درهم لكل اقتناء سكن رئيسي، تنأكد سكن رئيسي اللي الثمن ديالو ما تيتجاوز 300,000 درهم، ماشي اللي الثمن ديالو 300,000 درهم، اللي ما تيتجاوز 300,000 درهم، اي 300,000 درهم او اقل. كذلك وهذا الجديد في هذا البرنامج هو كاين واحد الدعم مباشر للطبقه الاجتماعيه المتوسطه بوغ لا كلاس موين، هذا ما كانش عرض هذا. والبرنامج السابق بين لنا بان كان نقص، وبان مجموعه الناس كانوا مستعدين يقتنوا في السكن ديالهم، ولكن العرض ديال 250,000 درهم ما تيتجاوبش مع الانتظارات ديالهم. كاين دعم مباشر تاع 70,000 درهم لاقتناء سكن رئيسي، واللي الثمن ما بين 300,000 درهم و 700,000 درهم. من هم المستفيدين؟ اي مغربي او مغربيه مقيمه في المغرب او خارج ارض المغرب اللي ما متملكاش، واللي هاد المغربي ولا هاد المغربيه ما عمرهم استفدوا من شي دعم ديال الدوله فيما يخص السكن. خاص هاد السكن الرئيسي يبقى سكن رئيسي على الاقل 5 سنوات، وخاص هاد السكن يكون عنده رخصه سكن بيرمي دابيتي ابتداء من فاتح يناير 2023. كيف غادي ندبروا هذا البرنامج؟ غادي ندبروه من خلال منصه رقميه اللي غادي تبسط جميع الاجراءات للمواطنين. كان الهدف ديالنا هو هذا المواطن يجي ويلقى واحد المنصه رقميه ونخففوا عليه داكشي ديال قوه الوثائق وقوه سير واجل الاداره، ومن خلال هذه المنصه غادي يمكن نواكبوا معاه العمليه تيقبت الرسم العقاري ديالو ان شاء الله. وكذلك منصه رقميه لان بغينا نضمنوا الشفافيه تاع العمليه. اول واحد تسجل هو اول واحد غيستافد. التراتبيه غادي تجيب التسجيل وبالطلب اللي غادي توضع في هذه المنصه، ولكن عرفنا حنا بان ماشي جميع المغاربه عندهم سهوله باش ينخرطوا في عمليه رقميه، فلذلك احنا كنشتغلوا مع واحد المجموعه المؤسسات باش كذلك باش ما يوليش التسمسير في هذه المساله، باش كذلك يكونوا مؤسسات اللي يمكن هذا المواطن يتوجه لها ويعمروا ليه هذا الطلب في المنصه ويواكبوا معاه العمليه. هذا البرنامج فيه 5 سنوات ان شاء الله، وغادي ينطلق هذه السنه فاتح يناير 2024. والدعم هذا اللي غادي يكون مباشره عكس السكن الاقتصادي اللي كان دعم غير مباشر اللي كان كيتعطى المقاول. وهذا الدعم هذا اللي غادي يكون عباره عن اعانه ماليه موجهه للمستفيد مباشره لشراء السكن الرئيسي. ومن الشروط باش تستافد خاص تكون عندك جنسيه مغربيه، سواء كنتي مقيم خارج المغرب او داخل المغرب، وما يكونش عندك الملك، يعني خاصك تجيب شهاده على الملكيه وتثبت بان ما عندكش الملك، يعني ما تكونش وارث، ما تكونش كتملك شي حاجه. وثاني حاجه يعني ما سبقش لك استفتي من السكن ديال 14 مليون اللي كتعطى الدوله، هذه 21 عام كدعم، او استفتي من السكن الاقتصادي، او استفتي من بقعه وكنتي من اصحاب دور الصفيح. وباش تستافد من هذا السكن هذا خاص هذا السكن اللي غادي تشري خاص تكون عنده رخصه السكن واخدها مولاها فاتح يناير 2023، يعني الا كانت قبل ما غاداش تقبل منك في الدوسي. ان هذا السكن يكون مخصص للسكن الرئيسي، ماشي غتاخذ دعم باش تشري سكن ثانوي ما غاديش تقبل الملف ديالك. وهذا الدعم هذا اللي غادي يكون مقسوم على جوج، 70,000 درهم اي 7 مليون اللي غادي يشري سكن ما بين 30 مليون و 70 مليون، و100,000 درهم اي 10 مليون اللي غادي يشري سكن اقل من 30 مليون او ما يعادلها. وهذا الغرض ديال الاستفاده، ولكن كيف ما سبق وكان في السكن الاقتصادي كان واحد الرهن لفائده الدوله، حتى هذا الدعم غادي يكون كذلك عباره عن رهن لمده 5 سنوات، عكس السكن الاقتصادي كان فيه رهن لفائده الدوله لمده 4 سنوات.
ولهاد العمليه ديال هاد الدعم هذه خاصها الوزاره تنشر المكتب غادي تكون مقسمه على 12 جهه. وفي هاد المكاتب هذه غادي يكون واحد السيت اوفيسيال اللي من خلاله غادي ترسل فيه الطلب ديالك. غير باش تفهم اكثر انك قبل ما تشري هاد لابارطمون هادي وانت غادي تستافد من الدعم غادي ترسل واحد الوثائق اللي غادي تمشي للمكتب وهما غادي يوريهم لك. يكذب عليك شي واحد يقول لك ان كاين شي وثائق رسميه اللي خرجت دابا باقي ما خرجت حتى شي حاجه. انا جيت في هذا الفيديو هذا غير باش نبسط لك المعلومه وتفهم. يعني غادي الوثائق غادي تصيفطهم في واحد السيت وهما غادي يجاوبوك في مده 7 ايام. وملي غادي يجاوبوك غادي تمشي انت والشاري غادي ديروا واحد الوعد بالبيع. الوعد بالبيع اللي غادي يصيفطوا بالدور ديالو غادي يصيفطوا الموثق. هاد العمليه باش مزيانه تيدخل فيها حتى الموثق، يعني ما عندكش مناش تخاف. كيف ما قلنا الموثق غادي يدير وعد بالبيع ديالو. ملي غادير وعد بالبيع الموثق حتى هو غادي يصيفطوا في هذاك الرابط الرسمي ديال الوزاره اللي المده ديال هذا الوعد بالبيع ما تتعداش 15 يوم من تاريخ تحرير الوعد بالبيع. ومن خلال غادي يمشي هذاك الوعد بالبيع في الرابط الرسمي ديال الوزاره غادي تجاوبك الوزاره. الا كان الدوسي ديالك يعني فيه كيستوفي جميع الشروط غادي تجاوب الوزاره غادي تجاوب الموثق في اجل ديال 30 يوم. يعني غادي تصيفط ليه الفلوس، والفلوس هادو اللي غادي تصيفط النوطير غادي يكونوا على شكل ديال جوج دفعات. يا اما غادي يكون شيك في سميه الموثق، يا اما غادا تصيفط ليه الفلوس في الحساب ديالو اللي كيكون عند الموثق في السي دي جي في صندوق الايداع والتدبير. من عمليه البيع الموثق ما عليه الا عاوتاني يعاود يرسل الوزاره في هذاك الرابط غادي يرسل لهم عقد البيع النهائي مع شهادات الملكيه. وفي حاله الا ما تمش البيع وما بقيتيش كملتي البيع الموثق عنده اجل ديال 30 يوم خاصو يرد هذوك الفلوس، خاصو يردهم للوزاره باش يستافد منهم واحد اخر. وانا عارف ان هذا الموضوع هذا فيه بزاف ديال الاسئله اللي بالدور ديالي انا غادي نحاول نقلب عليهم ان شاء الله وباش نجاوبكم عليهم، لان دابا باقي ما بان حتى شي حاجه، باقي ما كاينش شي حاجه اللي اوفيسيال. وهاد العمليه هذه ما غادي تبدا حتى الفاتح يناير 2024. يعني دابا عطاو غير تقديم. يعني الدعم راه كاين كيف ما خطب به سيدنا في البرلمان. يعني الدعم كاين ماشي ما كاينش. هاد الدعم هذا راه اوفيسيال راه كاين، ولكن ما غادي يبدا به ما غادي تبدا الوزاره تخدم به حتى الفاتح يناير 2024. وإلا كان شي جديد راه غادي نجيبو لكم فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم.